اهلا بك اخويا. شراك لاباس؟ ان شاء الله. هيا شوف البلاصه فوق. ها شوفوا البلاصه. مرحبا بك. ربي يوفقك ان شاء الله. مرحبا بك. لاباس؟ راك في دارك يا سي غاني، حنا كامل رانا معاك. ان شاء الله ربي يوفقك. شكرا بليز يا رئيس. ولايتك كذا كامل راهي معاك يا سي غاني. معليش فريق هاي لك On vous soutient. Juge, chef, Akia Rane, juge, chef, Akia Rane, président, Rane, président. مرحبا بالاستاذ غاني. مرحبا بك. مرحبا بك السي غاني. مرحبا مش مشكل مش مشكل. زيزي احنا معاك يا خويا. الله يسلمك. الله يبارك. غاني بريزيدون، غاني بريزيدون، غاني بريزيدون. مرحبا بك عندنا، راك في دارك. سمت اقعد على الكوفي. لي فوتو ساهل. رجال حلوا شويه حلوا شويه نفضل. خاصنا نجيبوا الباف تاعنا. ترك عديها هادو. ها هو تمام. دير بلاصه الباف برك اصاحبي. بلاصه الباف. لا شي واحد شنو الله يسترك. راه الباف. شباب فتحوا شويه نفضلكم شي حد صوت على الباف. تصور من بعد عندنا تصور من بعد. هيا غاني مع غاني. هيا ما تدخلوا ديروا لنا هيا هيا احبط العزيز. هاي بلاصه الباف. قريب حدينا بلاصه الباف. هاي ديجا تقعد شبيبه. السلام عليكم. ما يسمعوش الناس الباف، لازم نديروا بلاصه شويه برك باش خويا محبتنا ليه قويه بزاف. الله يسركم. ديروا بلاصه باش الشبيبه اللي جاو كاع يسمعوا، واحد ما يجيني واحد. هيا جون. السلام عليكم خامتي أزول، بارك الله فيكم. ألف شكر على تواجدكم معنا. على سلامتك يا سيدي. أرحم والديكم، بارك الله فيكم. والله أحس وكأني في سطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك يا سيدي. أرحم والديكم. زرت مدينة سكيكدا منذ أكثر من 20 سنة. كنت طالبا ورأيت هذا الجمال المبهر، واليوم أنا في سيارة جيت من سطيف أنظر إلى هذا البلد الجميل، وكنت أقول في نفسي ما أجملك يا بلدي، وكنت أقول في نفس الوقت ما أكبرك أيها الألم. هذا البلد الرائع الذي نسكنه، هذه الجنة التي رزقناها الله سبحانه وتعالى، كان لها أن تكون دولة قوية وبلدة طيبة.
لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. لو بور دو مارسي خاوتي ميناء مارسيليا وميناء بالما وميناء امستردام وميناء هانوفر وميناء أنفرس. هذه الموانئ كلها جعلت من تلك المدن مدن عظيمة قوية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا. مدينة سكيكدا التي زرتها منذ 20 سنة لم تتغير البتة، وكأنني أعرفكم وجها واحدا. حياتنا لم تتغير، بؤسنا لم يتغير، أحلامنا بقيت هي أحلامنا، وبقينا مقاعد فوق المقاعد ننظر إلى الضفة الأخرى وكأنها جنة الفردوس، ونحن نعيش فوق الجنة. حياتنا البائسة خاوتي سجلت في كلمة واحدة. تعرفوا واحد يخدم في البور؟ تعرفوا واحد يخدم في البلدية؟ تعرفوا واحد يخدم في السنطراك؟ تعرفوا واحد يخدم في ذلك المكتب أو تلك الشركة الملعونة التي لم يستفد منها إلا صاحبها وأرباب المال الفاسد الذين يقفون من ورائها ويخبعون على ظهورنا وأشلائنا. حان الوقت خاوتي، حان الوقت باش نقول لهم باللي وصلنا إلى تلك النقطة التي عندما يصل إليها الإنسان لا ينظر إلى الوراء. البحر أمامنا والحلم في قلوبنا والبرنامج بين أيدينا، والقوة كل القوة في تلاحمنا واجتماعنا مع بعض لنبني هذا البلد. برنامجنا خاوتي سوف يجعل من سكيكدا تحفة ومنارة سياحية لا تضاهى. سكيكدا ليست فقط مدينة تبيع البترول والغاز، ليست مدينة فقط يحج إليها بواخر وباخرات مملوءة بالخردة. سكيكدا طبيعتها أن تصبح جنة للسياحة ومنارة ثقافية واجتماعية وعلمية كما أريد لها. هذا الجمع الطيب خاوتي سوف يبني هذه المدينة، سوف يبنيها ونبنيها كلنا مع بعض، وسنجعل منها تحفة، لأنها بهذا الجمال وهذه الطبيعة وهذا البحر وهذه الجبال وهذه السهول لا يمكنها أن تبقى مدينة بسيطة كما هي. وكأننا في بلد في العالم الثالث نزل يتكركر. معالي الوزير صرح البارحة قائلا الجزائر متطورة وفيها حرية التعبير. أتدرون ما هو الدليل على هذا الكلام؟ قال لأن فلان كان ينتقدنا ويسخر منا دخل إلى الجزائر. بارك الله فيك معالي الوزير. شكرا لأن مواطنا دخل بلده ولم يفشق ولم يقطع بالمنشار كما فعل هؤلاء الناس الذين يترقوا ردين حماة البقاع المقدسة الذين يقطعون مواطنيهم بالمنشار لأنهم لا يقاسمونهم الطرح. نعم، انتقدت المؤسسات وانتقدت الأعمال وانتقدت المسؤولين، لكنني ولا مرة انتقدت بلدي. لم أكتب كلمة واحدة ولم أهمس بحرف واحد ضد شعبي ومقوماته وبلده. ثم أزيدك من الشعر بيتا يا معالي الوزير: كيف تكون هذه السلطة الرابعة والإعلام سلطة رابعة، وكيف لها أن تكون سلطة رابعة إن لم تنتقد المسؤول، وإن لم تنتقد الإنجازات، وإن لم تنتقد المشاريع. نعم، استهزأت بالبعض منهم لأنهم يستهزئون ببلدي
ويستهزئون بتاريخه ويسبون هذا الشعب. نعم، لمستهم بالكلمات ولمستهم بأبشع الألفاظ. لماذا؟ لأن الإعلام الساخر أصبح سلطة في الدول التي تحترم نفسها. جون ستيوارت شو، جون ستيوارت ساتوردي شو جعل من الولايات المتحدة قوة إعلامية. واذهبوا إلى اليوتيوب واكتبوه. هذا المنظر الذي درست عنده هذا الإعلام الساخر، أتدرون ماذا قال له رؤساء الولايات المتحدة عندما أراد أن ينهي هذه الحصة ويوقفها؟ كلينتون وأوباما وجورج بوش بيري فيس في فيديو واحد كانوا جالسين في ربعة وقالوا له مستر جون ستيوارت، أنت لست ملكا لنفسك، أنت أصبحت ملكا للثقافة الساخرة للولايات المتحدة ولا يمكنك أن تتركنا. البريزيدون أمريكا قالوا له لازم تكمل وتسبنا وتسخر منا لأنك تبني الوعي في هذا الشباب. ما كان هذا الشباب باش يتبعوا واش قالوا فرجمان لولا نضع تلك السخرية وذلك الاستهزاء لنبني النقد البناء ونطرحه وننظره ونوصل الفكرة السياسية لعقول هؤلاء الناس. التقيت بالآلاف من الطلبة الجزائريين من عنابة وسكيكدة وسطيف وقسنطينة ووهران وتلمسان وأدرار ومستغانم وبرج حاجي مختار في كل عواصم الدنيا، يقولون لي كلمة واحدة: لقد أدخلتنا في السياسة. وما كنت لأفعل ذلك لو كنت أعتمد ذلك الخطاب الجاف الكاذب المنافق الذي يعتمده الساسة الجزائريون عندما يتحدثون معنا. أنتم بلد عظيم. لا، لسنا عظيما، بل أصبحنا عظاما يضحك علينا الناس. لسنا بلدا كبيرا خاطئ، يجب علينا أن نبني هذا البلد ليصبح كبيرا. الإعلام الساخر، كل مكاتب الإحصاءات تقول بأن جاك شيراك ما كان له أن يصبح رئيسا لفرنسا لو لم يكن هنالك ليغينيول دو لانفو في كانال بلوس. كلما ظهر جاك شيراك في ليغينيول دو لانفو كلما طلعت شعبيته. نعم، انتقدت المسؤول وانتقدت السلوك وانتقدت التصرفات، لكنها تصرفات إيجابية، وكل تلك التعليقات إنما أردنا بها أن يكون بلدنا بلدا غير الذي بنيتموه. لذلك مشروعنا خاتي وحراكنا الذي تتبنونه وأتبناه يريد شيئا واحد: أن يصل الشعب إلى السلطة. دولة القانون والعدل، لا قانون التليفون ولا عدل التليفون، قانون وعدل فوق كل شيء وفوق كل مؤسسة وفوق كل مسؤول، حتى وإن كان هذا المسؤول القاضي الأول في البلاد. مشروعنا بسيط خاطئ، لا يعتمد على العهود ولا الوعود ولا على الوهم. برنامجنا تنظير من عقل جزائري في الداخل والخارج، تنظير لمقومات هذا البلد وقدراته. بلادنا خاطئ يمكنها أن تدخل في مصف الدول العظمى حقيقة لا كذبا عندما يصبح الرجل المناسب في المكان المناسب. حان لهذا البلد أن يحكمه رجل ولد بعد الاستقلال، لا شرعية تاريخية تحكمه ولا بغضاء تحكمه ولا كره بين الناس. اليوم خاطئ، اليوم قبل الغد يجب علينا أن نقول إلى هؤلاء الذين قالوا لنا أنتم أحرار في الحديث إلى الناس وأنتم أحرار في توزيع الاستمارات، لكن اليوم من سطيف سكيكدا جاونا العشرات من المكالمات الهاتفية. المسؤول اللي ليغاليزي موش هنا وشاف دو دائرة موش هنا والمير ما كانش وخلي الاستمارات تولي غدوة، وكي تولي غدوة يقولوا لك بح. معالي الوزير صرح قائلا أنه أعطى أوامر لكل الولاة أن يكون الوالي
ورئيس الدائرة ورئيس البلدية محايدا في هذه الانتخابات الرئاسية. العشرات من الآلاف من الاستمارات تنتظر اليوم التوقيع يا معالي الوزير. غاني موش في الليست واللي غدوة روح جيب امك وبيك وجدك، روح جيب لا فوتوكوبي تاع لا كارت بيوميتريك. alors que la carte biométrique est censée être originale. Il n'y a pas de photocopie de carte biométrique. هذا ضد العقل، ضد المنطق. لا يمكن لكارت بيومتريك أن تكون فوتوكوبي. كان تكون فوتوكوبي il n'y a plus de puce, il n'y a plus de biométrie, il n'y a plus d'information. وهذه بيروقراطية أخرى وعرقلة أخرى للمسار الديمقراطي في هذا البلد. معالي الوزير، هنالك الملايين من الاستمارات تمضى ليل نهار لمترشح حر وأنتم جميعا تعلمون من اسمه. معالي الوزير، العشرات من الشركات الوطنية خاصة ووطنية طلبوا من العمال أن يأتوا باستمارات لهذا المترشح، وإلا فسوف يطردون من العمل، والآخرون منهم لن يتقلدوا أي مسؤولية ولن تكون لهم أي امتيازات. معالي الوزير، أي حرية هذه وأي حياد هذا وأي ديمقراطية هذه؟ لكن حان الوقت لهذا الشارع وهذا الشعب أن يقول كلمته. والله لا يهمني أن أقبل أو أن لا أقبل، بقدر ما يهمني أن أجد القبول عندكم. حراكنا ومشروعنا يريد أن يؤسس لنظام حكم ديمقراطي تقدمي إسلامي حر يفتح التجارة على مصراعيها ويفتح بلادنا على مصراعيه، ويترك هذا الشباب الطيب يعمل كما شاء. أيعقل خوتي، أيعقل أن مدينة جميلة مثل سكيكدا عندها ميناء مثل هذا الميناء فيها 65% من الشباب البطال؟ وهذه مش حسابات تاعي ومش الارقام تاعي، لانستيتيو ناسيونال دي ستاتيستيك هو اللي يقول فيها، مانيش انا. وعندما لانستيتيو ناسيونال دي ستاتيستيك يعطيك هذا الشفر زيد عليه 10%. أيعقل خوتي، أيعقل أن كل القوائم التي تفتح أمام الطلبة وخريجي الجامعات 90% كلها نساء. نحن ندافع عن المرأة الجزائرية والطالبة الجزائرية والمثقفة الجزائرية، إي نعم، لكن أن يدخل مؤسساتنا وتصبح بنت أو شابة لا مستوى لها تشتغل في شركة وطنية أو شركة خاصة وتولي كادر على ديزونيفرسيتير، هذا غير مقبول. أقولها لكم بلا وجل، ماكمش وحدكم خوتي، ماكمش وحدكم، نحن ملايين، سيصبح هذا الحراك قوة سياسية. لن نتوقف بعد الانتخابات، بل بالعكس سيولد هذا الحراك أقوى وأكبر، وفعاليته سوف تتطور. لماذا؟ لأن طبيعة الشارع الجزائري أن لا يقبل الحجرة ولا يقبل التهميش، وهذا الحراك جاء ليؤسس لأمر مهم: حرية التعبير وحرية المسكن وحرية الاختيار. دستورنا الدستور الأول الغير المغتصب يسمح لأي مواطن جزائري أن يعيش في أي مكان شاء. اليوم هنالك مناطق محرمة على المواطن الجزائري في بلادنا. ألف شكر، ألف شكر يا رجال الأمن، أنتم الذين بقيتم من ورائي منذ دخلت بلدي، بارك الله فيكم. أحس بالأمن والأمان، لكن أريد أن يحس الشعب كله برمته بالأمن والأمان. أولادنا يخرجوا يروحوا يقراوا ويخطفوهم ويغتصبوهم، نساؤنا يسبوهم في الترام، يسبوهم في اللبيس، يسبوهم في الشوارع، شيوخنا لا أحد يحترمهم، طرقاتنا مملوءة بالسفاهة ولا أمن. قيل لنا بأن الأمن قد استتب،
فما سبب تواجد تلك البراجات في كل 5 كيلومتر إذا كان الأمن استتب؟ قيل لنا أن الأمن استتب، فما سبب وجود رجال الأمن من وراء مواطن جزائري يريد أن يترشح للرئاسيات؟ قيل لنا إن الأمن استتب، فما سبب تواجدهم كلهم دون استثناء وراء كل مترشح لا يصفق للعهدة الخامسة؟ صنفت بلادنا الأسبوع الماضي خاطئ، صنفت من بين 58 دولة شمولية. الشمولية ليست بعيدة عن الدكتاتورية خاطئ، وسيقولون لكم لا معنى لهذه الإحصاءات ولهذه القوائم، كما قيل لنا بأن إدراج الجامعات الجزائرية في ذيل الترتيب مفتعل من طرف أناس لا يحب جامعاتنا. وقيل لنا سفاهة وكذبا ونفاقا بأن الجامعات الكبرى المصنفة من بين 10 جامعات في العالم أي تسلك لكي يدرج اسمها في تلك القوائم. والله لو كانت الجامعات تدرج في تلك القائمة بالفلوس لكانت الجامعة الجزائرية هي الأولى. خاوتي، جئنا لنؤسس لفكر جزائري جديد ولذهنية جزائرية جديدة، أن تعمل أن تعمل أن تعمل وأن تجد، مش أن تستنى باش يعطيوك السجنة وباش يعطيوك لونساج ومن بعد باش يعطيوك لوتوريزاسيون باش تتزوج. قالوا لنا زوجوا بهم، سيت اون اوتوريزاسيون دو مارياج. ومن بعد قالوا لنا ما تزوجوش بهم، فوزالي افوار دي بورجويت جوديسيير. ومن بعد قالوا لنا نو اون فا با فو بورجويفر ان جوستيس. لا، صورة بيك، صورة الشعب لا يمكنك ان تعطيها للشباب ثم تمنحهم اياها وكانها هبة وصدقة. لا البتة، انما هذا تلاعب بمال الشعب. مال الشعب يجب أن تعطيه لأناس عندهم عقل وعندهم شهادات وعندهم كفاءة في التسيير، مش تعطيه الواحد باش تسكتوا، مش باش تعطيه الشاب بطال لتشتري الأمن الاجتماعي. لا، ذلك الشاب البطال ابني له مؤسسات وافتح الاستثمار. المستثمرون الأجانب لهم يجوش لبلادنا، لماذا؟ لأنهم يعرفون بأن البيروقراطية قد استفحلت في هذا البلد. المستثمرون داخل البلد وأعرف منهم الكثير منعوهم باش يصدروا منتجاتهم. 70 ورقة باش تصدر منتوج جزائري. هل كاينه بلاد دير هذه؟ لي زوم دافير تاعها 70 ورقة باش يصدر، باش يدخلوا لهم الدوفيز. والله غير 70 ورقة في الدوسي، ولا أريد أن أسميهم. وعلاه؟ لماذا؟ أيغر بوركوا واي؟ لأنهم لا يحبوننا. منظومة بنيت على قمع وكراهية هذا الشعب. ما كنا لنحرق وما كان أبناؤنا ليحرقوا لولا الحجر. الحجرة هي سبب الحرق، والكثير من شبابنا والكثير من آبائنا وأمهاتنا حرقوا في لسانهم واستسلموا وقبلوا بالأمر الواقع، لكن لن نستسلم. لماذا؟ لأننا في مرحلة تسمى إنهم يحاربونك، وبعد هذه المرحلة تأتي مرحلة مهمة. ستنتصر، سننتصر، سننتصر، سننتصر. خوتي، أمر مهم دائما في صالحهم أن تكسر شجرة أو زجاجة أو يحرق جرنان واحد أو سيارة واحدة، ستبقي هذا النظام على ظهورنا لعقد من الزمن. ما تطيحوش في هذا البانو خوتي. كلما كسرتم شيئا أو أحرقتم شيئا أو دمرتم شيئا فإنه ملك لكم، ملك لنا جميعا. البيس تاوعنا والكيران تاوعنا والطيارات تاوعنا والبابر تاوعنا، فلا نحرقها ولا ندمرها ولا نكسرها. خوتي، هؤلاء الناس لا يستعملون هذه الأشياء، وهمهم الوحيد هو تقطيع الكعكة كما يريدون،
وما أتوا اليوم وما أخرجوهم من تروار الأسود المظلم إلا ليغنون لنا نفس الأغنية. هذا الشخص المنتهية عهدته لا يريد الكرسي لكنه قابع فيه. هذا الشخص ممتن للجزائريين لأنهم طلبوا منه ذلك. هل تريدون عهدة خامسة؟ عبد الغني ما نحتاجوهمش رانا كرهنا منهم. بوتفليقة يا المروكي مال العهدة خمسة. بوتفليقة يا المروكي مال العهدة خمسة. بوتفليقة يا المروكي مال العهدة خمسة. خلينا نحن شعب خاطئ. دقيقة المفرق خاطئ. احنا متربيين وربونا والدينا على طاعة الناس واحترام الكبير. شكرا فخامته، لقد عملت ما بوسعك. شكرا فخامته، لقد قدمت للجزائر ما قدمت. وأنت الآن كما قلت في رسالتك التي الله أعلم إن كنت أنت صاحبها أم لا، قلت لنا بأنك مريض، ونحن نقول لك من هذا المكان أن طبيعة الإنسان، ونحن كلنا مسلمون مؤمنون في هذا الجمع الطيب، أن طبيعة الإنسان ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فخامته، رسالتي ورسالة هذا الشعب الطيب تقول لك ألف شكر لكل ما قدمت. والآن نطلب منك شيئا واحدا، أن تترك الشباب الجزائري يبني ويقدم لهذا البلد كما قدمت وبنيت. فإن تخليت عن هذه العهدة الخامسة فسوف يدعو لك الناس. إذا أتى من ورائك رجل مصلح فسيدعون لك الناس ويترحمون عليك لأنك سمحت لرجل مصلح أن يقود هذا البلد. وإن أتى من بعدك رجل غير صالح فسوف يدعون لك ويترحمون عليك لأنك كنت خير منه، وفي كل الحالتين أنت هو الرابح. خاطئ، نحن لا نسب أحدا ولا نشتم أحدا. منظارنا وحراكنا وبرنامجنا مبني على التعاون والترابط والمحبة والتلاؤم. خاطئ، هم يستعملوا في البوطة باش يفرقوا بيناتنا، ويستعملوا في الجهوية باش نكرهوا بعضنا، ويستعملوا في البنات يدخلوهم الخدمة باش حنا نوليو ما نحبوش المرأة الجزائرية، ما نحبوش البنات خاطرك شدوا لنا بلاصتنا. لكن عندما يكون هنالك العدل سوف يأخذ كل ذي حق حقه، ذكرا كان أو أنثى. أحبكم ونحبكم جميعا وأنتم في قلوبنا. ربي يحفظكم وعلى خير. خليني نهضر اسمع بايدي اللي جاي يهضر معاك. قلبي معمر انا ونهضر ونزيد نهضر وما اصابنا الا ما كتب الله لنا. انا واحد من الناس ما يسحقش العهده الخامسه. هذا نظام متعفن، لا مافيا بركات، حقرونا دمرونا بكاونا حكم تاع كوكايين، حقارين سراقين بياعين الكوكايين. البترول هذا ما تاع حتى واحد، لا تاع بوتفليقة لا تاع يحيى. هذا البترول مدو لنا ربي سبحانه وتعالى وكل انسان فيه. الجزائري كاع الغني رانا معاك، صدقني رانا في صفك. لازم تاخذ يد في اليد، ما تعرفوش السلاح. خليه يتفضل، خليه يهدر. خاطر بارك الله فيكم. ما تستناوش تنساوناش الاستمرار. بركات حكارين
دمرونا، سرقونا، همشونا. هما اللي هم الشيوخه. انا نهضر بقى حكمه في قلبي انا. عبد الغني ميساج بك ربي يحفظك. كل السلطه هذه باللي رانا رافضينها، حنا احفاد الشهداء، حنا اللي نلموا البلاد بيك انت بربي ان شاء الله. انت فرنسا رانا معاك ما تخممش. شوف دقيقة اسمع، احنا الجزائر مقلبوها مملكة، هاي مش مملكة، داروا فيها وقاعد السلام عليكم. ان شاء الله بريزيدون خليني نصور معاك. بيان سور خويا الله يقبلوا بالسيف عليهم، الدوسي تاعك يقبلوا بالسيف عليهم. تهضروا معنا ساعة الجوابيل هذا النهار والشروق كي نقبلوا لك ما عاد تصور. ولا تقومي النهار البيل الشروق تروح وين تحققوا يخرج رايس برك يا اخويا. اغاني انا ما نصوروا ما ولا رايس. وين ما ما هدرش حد ما هو برنامجكم؟ تمشي في سعادة هو سفر جزائري في الأمم على الأقل في الدول العربية. رئيس من فضلك كسرت رئيس صوتو برك الرئيس. كسرت سياستها قوية وعملتها قوية. جواز سفر الناس يفتح لنا كل الدول. عايز تخصك حاجة أنايا؟ عايز تخصك حاجة؟ عندنا تسروا لنا باقي الاستمارات. روح قدام روح خليوها.